السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا عبارة عن حاجة سهلة وبسيطة، وهو السمك البوري المشوي. هنقول تكاته وهنقول اسراره، وازاي تطلعيه جوسي، وازاي تطلعيه مقرمش من بره وطري من جوه، وازاي تطلعيه مش مهري، وهنقول على سر التتبيلة بتاعته. خليكم معايا لاخر الفيديو، هتستفيدوا جدا. اول حاجه بنجيب السمك البوري زي ما انتم شايفينه. هو انا جايباه كبير، وازاي بنفرق بين الطبار وبين السمكه البوري الاصلي. بتبقى كبيره السمكه البوري، بتبقى كبيره وراسها عريضه زي ما انتم شايفين في الصوره، وراسها عريضه. اما السمك الطبار بيبقى صغير. تاني حاجه لازم هنتشوي السمك البوري نسخن الصاج جمرة، نخليها عبارة عن جمرة حامي جدا. ليه؟ علشان اول ما نحط السمك يتصدم فيقفل مسامه، ما ينزلش العصارة اللذيذة اللي احنا بنستلذ منها عند اكل ايه؟ عند اكل السمك. ودي اول تكة، واول تكة ان انت تحافظي على العصارة بتاعت السمك. تمام؟ طب تاني حاجة ما نقعدش نقلب فيه كتير، لا، نستنى ونديله وقته على بال ما يتحمر من تحت كويس وياخد اللون المميز ليه. نبدأ نقلبه، مش كل شوية نقلبه عشان ما يتهرش معانا. دي تاني ايه؟ دي تاني تكة. تالت حاجة الدقة بقى. نيجي للدقة وأسرار الدقة. الدقة يا حبايب قلبي عبارة عن توم، فلفل اخضر، فلفل احمر، شطه خضراء، شطه حمراء. بنعمل توازن ما بينهم. ليه بنختار الحاجات دي؟ علشان نعمل توازن ما بينهم، شطه حاميه وشطه بارده، عشان نعمل توازن في الطعم. دي اول ايه؟ اول الاسرار بتاعه الدقه. تاني سر كتره التوم. كتري التوم. السمك يعني توم. السمك بيتمازج جدا وبيتزاوج جدا مع التوم. كتري كمية ايه؟ التوم. طيب بنحط ملح، بنحط معلقة كبيرة سكر. طب السكر هنا ليه؟ عشان هنحط خل. الخل مزز، يعني احنا عارفين طعمه بيبقى ايه؟ لاذع. فلازم نحط معلقة سكر عشان نوازن طعم الخل، ما يبقاش الطعم في الدقة لاذع زيادة عن اللازم. فبكده بنعمل ايه؟ تعادل. طيب هتحط حضرتك التوابل: كزبره جافه وكمون وشويه فلفل اسود وبصات. وطالما هنا حطينا كمون يبقى لازم هتحطي ليمون. طيب هل احنا بنحط الليمون بس عشان يدينا طعم؟ لا. في ماده في عضله السمك اسمها اكسيد الثلاثي امين ميثايل، واكسيد الثنائي ميثايل امين. المادة دي هي سبب الزفرة اللي بتبقى في السمك. طيب المادة دي كلوية، فاحنا بنعادلها بالحمض بتاع الليمون. تمام كده؟ لما بنحط ليمون بنعادل بقى الايه؟ الكلوي بالحامض، فبيغطي على ريحة الزفرة. تمام؟ لازم تكونوا واضحين، ولازم تكون النقطة دي واضحة ليكم. مش بنحط ليمون عشان الطعم وخلاص، لا، عشان الطعم وعشان المادتين اللي انا قلت لكم عليهم دي. طيب بعد كده بندقهم كويس في الهون او في الكبه. واول ما السمك بيطلع بعد ما بنقلبه وبيستوي وبياخد سواه التمام، بنطلعه وبنحطه في طبق التقديم ونرش عليه التتبيله زي ما انتم شايفين. وبالهنا والشفا. يتقدم بقى جنب رز ابيض، رز اصفر بتاع المطاعم، رز بني، رز صياديه، زي ما تحب. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.